لو بتحب القصص اللي بتوريك عوالم غريبة ومليانة أسرار، استعد للرحلة دي. قصة بنت صغيرة قررت تكسر كل القوانين عشان تدور على الحرية. قبل ما نبدأ، اعمل لايك وسبسكرايب وخليك معانا عشان يوصلك كل جديد. القصة بتبدأ في بروكلين، نيويورك، مكان عادي من بره، بس جواه مجتمع مختلف تماماً. مجتمع اليهود الحاسدين المتشددين، مجتمع مقفول جداً، قوانينه صارمة، كل حاجة فيه متخططة من أول اللبس للأكل للجواز للحياة اليومية. أي حد يخرج بره القواعد دي بيعتبر متمرد أو ضايع. ومن جوه العالم ده نلاقي إستي، بنت صغيرة من أول ما اتولدت وهي حاسة إنها غريبة عن كل اللي حواليها. البنات في سنها كانوا راضيين يعيشوا تحت القوانين الصارمة دي، لكن هي كانت دايماً بتسأل نفسها: هو أنا ليه لازم أمشي كده؟ ليه ما ينفعش أعيش حياتي بطريقتي؟ كبرت شوية، ولما وصلت لسن الجواز، العيلة رتبت لها جواز مع شاب اسمه يانكي. الشاب نفسه طيب من بره، بس ملتزم جداً، عايش زي ما اتربى، ما يعرفش غير إن الجواز بالنسبة لهم واجب ديني، وإن الست لازم تخدم زوجها وتجيب له أطفال كتير. من أول يوم في الجواز، إستي بدأت تحس إن حياتها اتقفلت أكتر. مفيش مشاعر، مفيش حب حقيقي، كل حاجة ماشية بالقوانين. حتى حياتهم الخاصة كان فيها تعليمات وقوانين غريبة كلها مفروضة من رجال الدين. والضغط كبر أكتر لما بدأوا يطلبوا منها إنها تخلف بسرعة. لكن جواها في حلم إنها تعيش حرة، إنها تسمع موسيقى، تتعلم، تضحك من قلبها، تبقى هي من غير ما حد يحكم عليها. وفي يوم تاخد القرار الأصعب، تهرب، فعلاً تسيب كل حاجة وتهرب على برلين، ألمانيا، المكان اللي والدتها هربت ليه زمان. بالنسبة لها ده كان بداية جديدة، فرصة تلاقي نفسها بعيد عن السجن اللي عاشت فيه. لما وصلت برلين كان إحساسها غريب جداً، مدينة ضخمة وستايلات مختلفة، حرية في كل زاوية. لأول مرة في حياتها شمت ريحة الحرية، لكن في نفس الوقت كانت ضيعة ولا حتى عارفة تبدأ منين. وبالصدفة تتعرف على جروب شباب موسيقيين، منهم ألماني ومنهم إسرائيلي ومنهم روسي، كل واحد جاي من خلفية مختلفة، لكن كلهم عايشين حياة مليانة فن وحرية. في الأول ما كانوش فاهمين هي مين ولا ليه بتتصرف بغرابة، لكن شافوا فيها إنسانة محتاجة فرصة. إستي حاولت تدخل وسطهم. في البداية حست نفسها غريبة جداً، لبس غيرهم، كلامها غيرهم، حتى ضحكهم ما كانتش فاهماه. لكن مع الوقت بدأت تفتح قلبها وبدأوا يساعدوها. وأكتر حاجة شدت الجروب ليها إنها عندها موهبة حقيقية في الغنى. صوتها كان مليان إحساس، كأنها بتغني من قلبها كل اللي عاشته. لكن الماضي ما كانش سايبها. في بروكلين لما اكتشفوا إنها هربت، الدنيا اتقلبت. يانكي اللي اتفضح وسط أهله إن مراته هربت، قرر يسافر بنفسه برلين عشان يرجعها، ومعاه قريبه مويشي مختلف تماماً عن يانكي، عنيف، متشدد، شايف إن الست لازم تتعاقب لو خرجت عن الطاعة. الاتنين نزلوا برلين وبدأوا يدوروا عليها. يانكي كان عايز يقنعها بالحب واللين، ارجعي وأنا هتغير، هبقى زوج كويس. لكن مويشي كان عايز يرجعها بالقوة، هي ملكك ودي قوانيننا. إستي في الوقت ده كانت بتحاول تقف على رجليها، لقت شغل بسيط، بدأت تحضر مع الجروب الموسيقي، لكن كل خطوة كانت صعبة. اللغة مختلفة، الفلوس قليلة، والخوف دايماً مسيطر عليها إنهم يلاقوها. وبالفعل المواجهة بتحصل، يانكي يلاقيها ويحاول يكلمها. المشهد بينهم كان من أكتر اللحظات المؤثرة في المسلسل. هو بيتوسل لها ترجع، بيقول لها إنه ممكن يتغير، إنه عايز يبدأ معاها من جديد. وللحظة تحس إن قلبها بيتأثر، لكن سرعان ما تفتكر إن حياتها معاه كانت سجن، إنهم كانوا شايفينها مجرد وسيلة عشان تخلف أطفال وتكمل تقاليد المجتمع. ترفض ترجع وتقرر تواجه مصيرها بنفسها. وفي لحظة قوية جداً تدخل في اختبار موسيقي مهم، تقف قدام لجنة وتغني من قلبها. الأغنية كانت مش مجرد لحن،
كانت إعلان حرية، كأنها بتقول للعالم كله: أنا موجودة ودي حياتي ومش هرجع ورا تاني. واللحظة دي بتبقى نقطة التحول في القصة. إستي تثبت لنفسها إنها قوية وإنها تقدر تبدأ من جديد حتى لو الطريق صعب. ودي كانت قصة إستي في مسلسل Unorthodox، البنت اللي كسرت القيود وقدرت تلاقي حريتها. المسلسل قصير لكن مليان مشاعر قوية ورسالة عن الشجاعة والحرية. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتستنى باقي الملخصات الجاية.